يسعد مساكم محبة مشاهدين قناة العراقية، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم مشاهير. ضيفنا لهذا اليوم فنان مبدع ومتألق يوسف سمارة. هذا البرنامج برعاية عصير نحلة. نورتنا يوسف من خلال برنامج مشاهير، وأهلا وسهلا بك. حبيبي استاذ حيدر عزيزي. بالبداية طلعت عندنا معلومات، بس فاجأتنا بالموهبة. كل واحد من يجي ضيف يمنا المشاهير موهبته، لو سباحة، لو رياضة، لو غيرها من الأمور. بس أنت فاجأتني موهبتك الطبخ. ايش عندك ويا الطبخ؟ اي اخوي، وانتم بعد طيب المعزب شي على قولتي يقول. ان شاء الله يجي يوم واطبخ لك بيدي. شلونك ويا المطبخ؟ جميل. بعد على قولتي يقول ورثتها من الحجيه. الله يحفظها لك. يدور قلبك. ايش معنى يعني انت تطبخ بالبيت؟ هوايتك بينه تحب تسوي الاكل بايدك؟ أيوة، اكثر خطارك من يجون؟ اكثر اوقاتي خارج العراق. فاكو دومات يعني مطاعم او اكل ما يعجبك. كنت بالبدايه تعلمت خبر الحجيه، الو هاي يمه شلون لحد ما صرت خبره. حلو. زين كل الاكلات تقدر يعني؟ اكثر العزائم انا يعني اطبخ بيدي. يعني انت تحكي تقول عزيمه يعني اكثر من شخص، بعد 4 5 20. لا والله. بالثمن شلون تضبطه؟ تمن على الحجيه. لا عشان الباقي عليك. مثلا انا اكثر الوجبات اسويها، مثلا خلينا نقول فسيفس. بسيفس؟ هاي شنو؟ اطبخ لك عمي سمعوا. بحرافه. عمي خاف لا. بعرف اطبخ لك اياه. اي. واكو اكلات يعني اعرف لها. ربي يوفقك ان شاء الله. بس حلوه هالموهبه. خاف اذا يعني تفتتح مطعم ونشوف بعد كم يوم مطعم خاص بيوسف. واسمن وارجع اطبخ. يا طبخين نوم وشنو هاي؟ طابخين من نوم. عندها؟ ها؟ من الهوايات؟ لا واحد طابخين نوم. مو من ضمن الهوايات ابي. لا. حلو. والدولمه ايش معنى؟ زين انت في بس طبخته بالاخير طلعت تحب الدولمه؟ هي مو الحجيه قلت لك طبخها اذيه. الله يحفظك يدور ان شاء الله. يوسف انت يعني كلش مقل باللقاءات، او نقول يمكن ما طالع لقاء واحد. ليش تبتعد عن الاعلام؟ شو الاسباب؟ يعني انا ما يعني مقل بلقاءاتي. ملتهي بعملي شغلي يعني اكثر. بس بالشغل. أي. بس اللقاء اليوم يفيد، يعني اغلب المشاهير او المطربين يعني يقول لك احتاج الى اللقاء حتى الناس تعرف اخباري. لا اكو انت. العفو استاذ حيدر. اكثر اللقاءات اللي صارت كاميرا خفيه ما اعرف شنو يعني من هذا، ومو تخوف، لكن اكو شغلات صارت بها شوي حتى تتجاوز بها. اي. مبتعد ان شاء الله تشرفنا ويكون وياك لقاء ممتع. راح نبلش وياك حبيبي. اول فقره. عندنا فقره مع او ضد، مجموعه اسئله لو انت وياها لو ضدها. اوكي. شنو رايك؟ مباشر. مع او ضد مع يوسف سمارة. راح نبلش انا وياك فقره مع او ضد، واول سؤال راح يكون وياك مع او ضد تسميتك كمطرب شعبي؟ مطرب شعبي، انا اكثر الالوان اللي اختارها هي شعبيه، لكن انا غنيت كل الالوان، بس انا مو مطرب شعبي. مو مطرب، لكن يمكن بسبب الاغاني اللي قدمتها. اي الالحان اللي اختارها الروحيه ماكو، هي تكون هيك. زين يوسف، ليش اختاريت هذا اللون من الغناء؟ شو بينه يمكن البعض يعني ما مسلط عليه الضوء، او شفت بينه الناس حبته؟ لا بوقته هو يعني بوقت اللي غنيت اني هذا اللون انقرض، شلون صار قديم يعني، فانا حبيت اجدده. رجع عن طريقك لو عن طريق الفرقه اللي دائما ترافقك فيها؟ لا عن طريق الفرقه هاي اخر سنوات يعني. اخر سنوات تعاونت وياهم؟ ليش حسيت بانه تريد تحتاجهم او محتاج لا صار يعني شلون واحد لازم يغير ميكس. اي. ترتيب كذا. حلو. دائما ما يقولون بانه يوسف من البصره، تحياتنا لنا بالبصره. تحياتنا للبصره. اي. السؤال دائما يتردد عليك، الناس تريد تعرف وين. يشوفوني اسمر اني عبالي بصراوي. لكن تحياتي للبصره، انا اسميها ام البصره. انا عشت فيها تقريبا 6 سنوات. نعم. لكن اني ولادتي بغداد. تحياتنا لك. يعني انت فتره 6 سنوات بقيت فيها زياره كانت لو شنو؟ لا انتقلت هناك للبصره. بقيت. ايه. بس الولاده ولادتي بغداد. بغداد. زين هناك ما تكونت عندك صداقات؟
بقيت متواصل وياهم لو بس هاي الست سنوات بقيت بيها ورجعت بعد استقلت؟ لا اكو اصدقاء يعني وتواصل اكو، لكن على قولت اللي يقول حبيت، ليش حبيت البصره؟ لان روحيه الخليج بيهم. يعني مثلا اكثر اغاني او الحان او كذا يعني تعلمتها من البصره. حلو، يعني اليوم البصره متفضله على يوسف موهبته، ضافوا لك بعض أكيد الالوان؟ اكيد. هناك كانوا يعرفونك كمطرب، رحت لهم هاي الفتره اللي انت كنت بيها؟ لا لو لا هاوي كنت لا لا ما كنت هاوي. يعني تتوقع فضل البصره علي ابسط شيء اغنيه بيتك طيب هم البصره يعني علم كانت خاصه سبحان الله اها اي وصلت خلاص صداها وخير البركه الحمد لله. طيب، يقال بانه بيتك طيب غناها قبلك احد الاصدقاء بيتك بعدين طيب. وراها. وهي شلون كانت؟ مو غنها قبلي. يعني انا كان عندي استوديو زين، فمدخل كنا منزلين كورسات. كان عندي ولا صديق نروح لهم، عندنا حنات كانت بيت شندي، تحياتي لهم، ولا صديق مصطفى شندي، فسويناها بعرسه طلعناها، فسجلتها انا لبيتك طيب. صارت له، يعني مو مال واحد صديقك قبلها وانت نفذتها؟ لا لا ماكو شي موضوع. ليش يتردد هذا الموضوع بانه هاي مو حصرا ليوسف؟ لا مو حصر. اها يعني قلت لك كنا بالاستوديو انا وصديقي الاستاذ علي الحلي تحياتي له زين، ودائما كنا رددها البيت شندي فقط. يعني مثلا اكو حنات غير عالم غير حفلات ما نغنيها. كنت متوقع اصدائها هاي توصل لا. بينهم هيك مرة؟ لو انت عجبك اللون قلت خل اغني هذا واشوف شنو الاصداء. خابرني ابن عمتي على قولته، يقول ابنك طيب، قال لي يوسف باكر الخطبه شلون؟ سوي لي قوله. بالاستديو كملت الاغنيه كملت، راحت انطيتها البودجه قلت لها تنشرها بالموبايل بايام الجالكسي. زين، فرجعت ماكو بعدنا على قولته يقول على الدولي 7 قنوات رفعتها. اها اي فاخذ الصدى. اخلص صداها. منو صاحب الفضل بهاي الاغنيه اللي تحسه بانه خدمها وقال لك يوسف يجوز انت كان عندك تردد بعدين قال لك لا يوسف هاي الاغنيه الك قاعده؟ اكو شخص صاحب فضل عليك بيها؟ من صلاح دخو تحياتي له. تحياتنا له. طيب نتحول انا وياك لسؤال ثاني. أوكي. مع او ضد يعني كثره سنوات الاحتكار من قبل الشركات المنتجه؟ يعني نعرف احنا اليوم كل شركه اقل شيء اذا تريد توقع وياها فد 5 سنوات، اذا مو ازيد توصل ل10. شوف هذا الموضوع مع وياه او ضد؟ لا ضد. ليش؟ شنو الاسباب؟ وايش اسباب؟ هواي كلش هواي. مثل شنو؟ بعد انت تحتكر. احتكار شنو يكون طبيعته؟ هو الاحتكار يعني انت مثلا صيغه الموضوع من تقعد وياه يسولف لك شكل تنفيذ ماكو. زين مو اكو عقد بينك وبينه؟ ايه تقدر العقد شنو؟ تعرف بينه العقد شنو؟ تقدر بينه تقاضي العقد بس يجي يقول لك هاك اريد افسخ العقد، مثلا ما خدمتني انا هسه انا اشتغلت بيتك طيب، الاوديو الي، اللحن الي، يعني الاغنيه ما كلفت يمكن $100. زين، تصوير ما كلفهم 400 جلسه طبيعيه، وهي مشاهدتها 100 مليون. يعني بس ارباح اليوتيوب صور بها 10 اغاني واسجل، لكن انصاف ماكو. زين، حكي هواي. يعني نريد نعرف اول شركه شنو صارت لك بيها المشاكل؟ ايه اخلوه بالعقد مالتك شلون انت؟ انت ابسط شيء يعني هسه العقد شو يقول؟ ينص العقد بالسنه لك فيديوين. فيديوهات اثنين. اوكي. فيديوهات 2 ما عدا الاوديو. مثلا انا عجبني 4 اغاني مثلا من فلان ملحن، ينزل صوت بس صوت عادي اوديو ينزل. هم ماكو 4 سنوات اني ولا اغنيه. ايش قد كان مده العقد وياهم؟ مده العقد 10. 10 سنوات. زين انت صاحب عقد ما تقدر تروح تقاضيهم تقول لهم يابا اني هاي الفتره كلها اخلوا بالبنود، انا اريد حقي. هي مشكله ما صارت فيه. بالاخير شلون انتهى العقد؟ وهي يعني شلون اوصلك الفكره؟ عصابات من الاخير يعني. كل من هذا اللي انت تريد القيت هذا هيك. يعني اليوم عباره عن حتى بيع يعني هسه صارت مع العلم. شلون بيع؟ مثلا هسه انت ابو شركه وانا ابو شركه، ابيع لك فلان مطرب. اي هذا فلان نجم انزل لك اياه خلال شهر. يعني شو واصله صايره بين الشركه؟ يعني الفن انتهى. يعني اليوم انا مطرب اريد الفن عندنا. بس بهذا الكلام خطير بينه انا اليوم فنان انطي ابيع لك اياه المنتج. انا خلينا نقول فلان ابيع لك يوسف سماره يجي يعني العقد ينص انا 5 شهادات تقريبا. اي 50,000. قلت له بدي فسخه، قال لي 25 شده. تنطيني يلا فسخه. اي زين ليش ما شنو ذي ال 25؟ هاي بعد كيف؟ يقول لك انت تشتغل. بس ترى انت مفرده قلت بينه اذا اريد
ينزل هم فنان، هم بامكانه ينزل فلان شلون؟ من الناس نجم إيه. واصل مستوى عربي، باكر باكر يسقطون. يعني يصير هذا اتفاق بين شركات لهالدرجه. الله يكون بعون الشباب. لا. تريد تصعد، يعني انا قلت لك يعني تقريبا 4 سنوات انا بس بتك توب الساحه. يا بصور لي، انا جاي اسددك يوم وتسديد يوم. تزيد من الحفلات، حتى من الحفلات ياخذون نسبه؟ إيه. حتى من الحفلات. يعني قول جدتي الله يرحمه تقول يمه اللي ما يخاف من الله دير بالك منه. إيه. واللي يخاف من الله امشي وياه. الله يكون بعونك. يعني انت تمشي بهالطريقه يعني مشكله. يعني انت اليوم كنجم وكفنان ومعروف ولك حضورك بالوسط، بينه تعاني من هاي المسائل، زين الشاب شلون راح يوصل؟ يعني قلت لك انا تعبت على نفسي، يعني 15 اغنيه انا عندي خلال سنه، يا هذا طيلق لك مو حلو. سمح المطربين يبدون يشتروها، انا ما اريد ابيعها، يعني انا اغنيه عجبتني زين، لا ما يصير كذا هيك. يعني قلت لك واحده منهن لاطفال السرطان، الله يشافي ان شاء الله جميع المرضى. الله يشافيك. يا هيك موضوع يقول لي لا موافقات ماكو، بس ما يقول لي يعني مثل ما اشتغل لك، ما اريدها. لان انا ملتهي بفلان مثلا، عندي فلان فلان فلان. زين مو انا عندي عقد وياك. هاي انطيني فلوس. فلوس يعني فوق ما محتكرك وفوق ما تنطي إيه. نسب من الحفلات، بعد هم يريد منك. يريد فلوس. ها زين ما فكرت بانه تتخلى عن الشركات وبانه تنتج لنفسك وتقدم انت حتى لو يعني انا انتجت اغنيه، صار عندي حادث زين، انتجت اغنيه انا على حسابي، رحت رفعتها باحدى القنوات، صارت مشاكل من وراه. ليه ما؟ لان تعرف انت شركات حتى لو مثلا متعادين، بس هو هم يعتبر مثلا صديق او كذا، يقدر عن طريق التواصل. اي هو اللي يبيع مطرب وقت على مو الاغنيه ما يريد والله, يتوقع. والله بالله. يعني احنا على قولت يقول الكلام ينباع، ياخذ حق الشاعر، الملحن يبيعه عادي، بس مو تبيع لك مطرب. انا اطلبك انطيك فلان. اي بالله اطلبك اعطيك اي فنان تطلب مكان؟ 12 شداته ابيع لك فلان مطرب. اها اي هو يسددك هذا. مشكله والله واكو شيء عقود، العقد يضحك ويبكي. العقد ينص 5 سنوات كل العقود. مو شو يسوون؟ يبصمك ورا على وصل الامانه، يبصمك وبظهر العقد يبصمك على مدى الحياه. هاي اشتراك كل هذا اللي جرى. زين ليش انتم كفنانين ليش توقفون على هاي الشروط؟ بامكانكم انت مثلا هسه انا امكانيه ما عندي، اوكي، اكو مطرب مثلا تلقى سياره ما يقدر يشتري او ما عنده اصلا، يروح مشي تاكسي ويرجع تاكسي. هذا نقول له تعال راح اشتري لك بيت، اشتري لك سياره، تعيش بالخيال، بس الجنه ما يطبق، استغفر الله. اشتري لك بيت واشتري لك سياره زين، وانا انزلك للشغل وكذا، هيك هذا عقدك، هيك امورك، هيك راتبك كذا، وانت تعطيني نسبه بسيطه. مشكله. يعني احد الشركات اجاني قال لي ايش قد تنزل نمرتك بيش؟ قلت له هيك كذا مبلغ. قال لي انا هو مدير شركه، قال لي انا اصير مدير اعمالك من اليوم وانزلك بسعر على قولة يقول مال شهر مقدما، الوحده نمره الوحده، وباستطاعت زين. لكن هي هاي ايش صارت شغل. طيب نتحول لسؤال اخر. يعني صدمتنا بهاي المعلومات اللي موجوده. الله يكون بعون الشباب. اليوم عندنا طاقات شبابيه تمتلك اصوات، لكن للاسف يعني ما يقدر يعني يدخل في هذا المجال. مع او ضد يعني تباهي بعض المطربين بسعر الحفلات اللي يتواجد بها؟ لا ضد. يعني اكو عالم، يعني مثلا انا عشت ولدت بمنطقه شعبيه. هسه من يخابرني حتى اذا مثلا يكون انسان الله موفقه والله ممكنه زين، ما اطلب ما اقدر اطلب عليه سعر زين. فايش حال خطيه هاي؟ اكو شاب تفاوض عليه يعني عنده، بس هو مثلا هذا وقت الزواج او وقت العرس يصرف كل شيء زين. فاكو بيهم والله يعني قلت لك زين بعض هالارقام صحيحه لو بس مساله تباهي. اكو بعض المطربين ياخذ يقول لك انا اخذ كذا مبلغ، اكو بيهم يستاهلون زين. انت منتج مثلا انا جاي فلان من الناس ارقام خياليه. زين يقولون بانه يوسف سماره اعلى اجر بالحفلات ياخذ. وينها؟ مو صحح لي المعلومه. لا ماكو خبر. ماكو هيك يعني؟ ما تروج لهاي القضيه بانه انت يعني اكثر شخص من المطربين تاخذ؟ لا نسبه مستحيل. ماكو. يلا نحول وياك الى مع وضد. يعني اليوم تسيد بعض الاصوات بالساحه الغنائيه، لكن هي للاسف تفتقر الى مقومات او يعني ضوابط الغناء. يعني شوف هو متسيد لكن ما عنده مقومات الغناء او لا صوته لا يقدر يسيطر على هذا الموضوع. وهي اخي استاذ حيدر،
صار يعني احنا نسميه جو الليل مشكله صارت. يعني اشكال هو سوالف هو على قولتك لا تعد ولا تحصى، لكن تباوع. خلينا نحكي على مستوى الفيديو كليب. الفيديو كليب او مثلا خلينا نقول الاوديو. الاوديو زين الاوديو اكو فنانين اصوات ما عندهم، لكن يتضاف لهم فيكتات، هرمونات، ما اعرف شنو، تتيون. زين تقعد يمه بالحقيقه، بس موال اريد هيك موال. ما اقول لك ما مثلا صوتي مو حلو ما اقدر، لا في الاونس اعذرني. غير ايه كانت وياك فقرة مع أو ضد. راح نتحول وياك الفقرة مهمة اللي هي ديليت حذف. ايش يعني فقرات كل شخص بأنه خصوصا لو وصل لمرحلة الشهرة يمكن اكو اشياء بحياته يريد يحذفها واكو اشياء يريد يبقيها. راح نتعرف عليه لكن بعد ما نروح الفاصل. هذا البرنامج برعاية عصير نحلة. ورجعنا لك مرة ثانية وفقرة ديليت أو حذف راح تكون وياك يوسف سمارة. شو الأشياء اللي تريد تحذفها من حياتك؟ موقف أنا صار وياي تقريبا أول سنة ما غنيت. يعني شنو كان الموقف؟ شنو هو كان الموقف؟ يعني موقف رحت عقد دبي وصارت حزازية، جايبين يوسف يعني أفضل مني ويغني بطبقة أعلى مني. وهي مطرب آخر هناك. إيه أنا سنة جتك على قولتك يقول جاني تكتي الطيران غدا إلى بغداد. إيه. مغادرة جاك؟ ولا العقد يعني أنا متفق عليه 3 أشهر. جتك مغادرة يعني؟ إيه ما بقيت تقريبا أقل من 15 يوم. ونهوا العقد لو جاك مغادرة إجباري؟ شلون؟ لا نهوا العقد يعتبر. نهوا العقد لأن كذا سووا لهم موضوع، فتمنيت هذا الموضوع يعني وما يكون ما صاير بحياتي. شنو المعوقات اللي صارت عليك يعني اثر هذا الموقف؟ يعني انكسرت من قتال شخص قريب لك كان؟ هو كان يعني بادر بالصداقه وكذا، يعني هو فنان يعني معروف. زين يعني على قولت يقول قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. هذا المطرب كان في فتره من الفترات بينه هو مسيطر على الوضع اللي موجود فيه الموجود بدبي. يعني مو بس انت، يمكن قبلك هم اكيد مطربين كانوا مانحهم عن الدخول. اكيد. اكو كانت اغنيه بوقتها على هذا الوضع حبيت توصلها؟ الدنيا ما تدوم. يوسف شو تحب يعني سمعنا على هذا الموقف؟ على هذا الموقف دائما انتم تجاوبون باغاني نصير مواقف. اي سبحان الله اكثر الاغاني يعني بالنسبه لي انا مواقف تصير. مثل قاعد يسال حيدر شاعر اخوي ايش موضوع؟ هواي مواقف بحياتك؟ ايه. ليش هاي المواقف؟ بسبب طيبتك الزايده؟ اكيد. زين دائما جرح مين يكون؟ من قريب من بعيد؟ لا من القريب. البعيد يحبك ويتمنى لك الخير. الله. ايه. يلا خلينا نسمع شيء. لو دامت الغيرك ترى ما وصلت اليمة، بس دير بالك لو طحت أقربهم يذمك. لو دامت الغيرك ترى ما وصلت اليمك، بس دير بالك لو طحت أقربهم يذمك. والضحكة وياك العمر ضحكة وعلى همك، الضحكة وياك العمر ضحكة وعلى همك. بعيونك الدمعات وقبالك الشمات، يا قلبي وقتك فات. يا قلبي وقتك فات، ولا تحسب الشمات. الله يسلم هالصوت. فدوى روح لك فدوى. شكرا لك. طبعا تحياتنا لعلي صباح اكيد خلف الكواليس اللي رافقنا من خلال العود. ربي يوفقك ان شاء الله. حكيت لي تعرجت لي شوي على المواقف من القريبين. هسه عرفنا موقف صار وياك في دبي. اشوف مواقف بغداد شلونها وياك؟ بغداد
ومني تدخل اي مول ببغداد عنده خجل مو طبيعي استحي. اها اي بالله. لا انت لا تبتعد عن السؤال، ردنا نعرف مواقفك ويا بغداد. يا هم المقربين اللي جرحوا يوسف؟ البغداد على قولتي اللي يقول هي هم تخص الشغل العمل والعقد وكذا. كانوا مقربين وياك؟ زادوا ملح؟ طبوا طلعه؟ اكثر من زادوا الملح. اها اي دهن ودبس. حلو. اي بس انا قلت لهم والله غنيت لهم. شنو موقفهم كان وياك؟ موقفهم شنو كان؟ مو واحد، مواقف هواي. مثل اكثر موقف هذا؟ يعني شو اقول لك، مواقف هواي جدا. اكيد موقف باقي ببالك اللي مخلص وياه دهن ودبس. اي وعشره عمر. هذا موقف ما تريد ينسي. تريد الحكي كله يطلع. هذا موقف ما ينسي. اي المهم اخوي خليني اقول لك ايش قلت له. لا جاوبني وبعدين قل لي. هو حجاوبك ولا الاغنيه يسولف؟ لا ما يخاف، خلينا نعرف الموقف شو مسوي. مواقف هواي مو واحد. اها اي بالله واحد منهم. هواي والله هواي. يصير خير وانا علمك وعلى سويته اندمك. يصير خير ولك يلي جازيت المحبه بالخيانه وقلب بيدك عوز سلمته امانه. بس بعتني والله وخنتني وعود كنت الغالي انا. يصير خير وصار الخير الحمد لله. صار الخير. يسلم صوتك والله يبعد عنك. حبيبي يعني كل شخص حيدر الذهب مو محب او كل شخص يتمنى لك السوء. يوسف يعني يقال بانه دائما تريد تسوي ديو، دائما تبحث على نجم حتى يضيف للاغنيه او يضيف لها مشاهده. ضروري اليوم فنان يبحث الا عن نجم؟ او اكو هواي اصوات شابه يمكن تذكرك ببداياتك ومحتاج اياها لدعم؟ اكو اصوات انا يعني شهاده لله كل الشباب احب اساعدهم. زين بس النجم وهي شنو اكو الوان. اكو مثلا انا اغنيه حابها، اغنيه مثل لحنتها يعني انا ابسط شيء، ابسط مثال رحت بالقناه قناه الشباب، تحياتنا الاستاذ نادي الشماري، تحياتنا له. جاي انزل الصوت مال يا بصراوي، سمح استاذ صلاح قال اوقف هذه الاغنيه، قلت له ما اقدر بالله ما اقدر. صار سنتين يعني ما منفذها، فسبحان الله صارت ديو انا واستاذ صلاح. طيب اكو اغنيه متندم عليها وتريد تحذفها من سجلك الفني؟ حسيت هاي الاغنيه ما اضافت لك او تريد تحذفها تقول ما قاعد يم يوسف؟ لا مرات الفنان يتسرع يوسف. اي بس انا اكثر عملي او اكثر اعمالي على الفطره. زين واختار على قولتي يقول صح نوبات اكو عمل يصير بسرعه. زين بس يوسف يقولون غازلت الخليج باغنيه، أي. البعض يحتسبها على مود الشهره او الوصول للخليج. عمتك منين جاي؟ لا مو شهره. اني يعني الحمد لله وشكر الله يخلي عماتي. زين اكثر عمه احبها اللي هي بالبصره، الله يحفظها لك ويخليك. فوزيه سمينه بالاغنيه مال بيتك طيب. زين فصارت ببالي هاي الفكره مال قوله مال عمتي منين جايتها فغنيت لهم. غنيتها شلون كانت اصدارها بالخليج؟ على قولة خابرنا ولا صديقي يقول لي بكل تقاطع مشغلين يعني المسجلات. ما شاء الله. ايش قد شايف ترافه بهاي الدنياي، بس انت الوحيده كأنك فياي. كل شي البيج انه يا عمتي الك ونه من الكويت، عمتي منين جيتها يما عمتي منين جيتها، هي دهن العود جابت عطرات البيت يا عمتي منين جيتها. تقول لي فلشك انا ما راح الكويت. يعني انت جبت لها دوم والمره قاعده بالبصره. أي. تحياتنا طبعا لها. اكيد تحياتنا. ضافت لك هواي الاغنيه هاي؟ اضافت لي. زين والحمد لله والشكر. طيب ربي يوفقك ان شاء الله. وجايكم بعد بجانب شنو؟ بالمصريات. يعني محول على المصري. اوكي. شنو الانتقال؟ النجم او الفنان لازم يلوم. زين مو شبه مجازفه؟ اي مو انا احب المصريين اكثر
الفنانين المصريين الشعبيين طبقاتهم عاليه. زين، مع العلم انا روحيتي واكثر غناء اغني لحسين الجسمي. زين، بس المصري هم حبيته. ايش راح نسمع؟ يعني اغنيه حصرا. اي ريتها حصريه. بعد ما دام ما طابين. الدنيا دي غابة 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 للوحوش والذئاب، يابا راحوا الطيبين راحوا الطيبين يا عمي، دي ألاشة تخلي الواطي باشا فوق المساكين. معك فلوس تساوي فلوس، معك فلوس تساوي فلوس، ما معكش حاجة فوق جرحك تدوس. والمعدة بعد الله. الله فدوة قلبي. حصريا وشكرا لك يعني على غناك هذه الاغنيه. اتمنى كل التوفيق ان شاء الله بكل الالوان انت نجحت، وجمهورك يحبك وحبوك بهذا اللون. الحمد لله، ربي يوفقك ان شاء الله. راح نحاول احنا وياك انتهت فقره ديليتا وحذف، فقره عبره ودرس. الله، اكيد اكو درس بحياتك. ما دام كل هالمواقف اكو درس. بعد هي الدروس عبره. عبره ودرس ويا يوسف سمار. هذا البرنامج برعاية عصير نحلة. يوسف، شنو العبره والدرس اللي اخذتها بحياتك؟ العبره والدرس صار موقف وياي من صديق جدا كان مقرب إلي. زين، فكنت انا طالع من الشغل. شلون انا قلت شلون اوصل لك الفكره؟ لا اقدر اضربه ولا اقدر، يعني هو صاحب موقف وياي. زين، استفزك يعني الموقف؟ فاستفزني الموقف. طالعين بالطريق قلت له عقل السياره. هو كان صاعد وياك؟ اي، كنت انا يعني شلون اريد اضربه تعارك وياني. فهذه السياره قريبه علي، قال لي دير بالك تضربني، وعندي مجال منها متر. ضربت السياره، انقلبت سبحان الله بوقتها 16 دقيقه. والله. اي، موقف ما انت حارت اللي تنتحر انت مو جسم. اي انت وياه. اي، زين، شنو هذا الموقف اللي خلاك توصل؟ موقف بعد هم تريد الموقف. لا لا تريد تحتفظ به يعني شيء لا، موقف شخصي يعني. زين، ما سبحان الله. هو صديقه كان بصدق، وعندنا ولد خطار صديقه يعني قاعد ورا، الحمد لله شكل ما بيمشي. لا بس من تحكي موقف انا تأديت شوي. اي بس انت هاي جاي تنتحر يعني، تقول انا موقف اذان وانت اللي مو شايف قلبت السياره من اللي تم شديدات البين. اي، عصبي انت؟ طبيعتك عصبي؟ اي، رغم هدوء لكن عصبي. زين، تنجرح من اقرب صديق؟ هذا المواقف اللي يصير بيك لانه من اقرب صديق تهديك اكثر. لو كان غريب تقول لك الحادث صار له سنه وسبعة اشهر. من السنه وسبعة اشهر لليوم يمكن عندي اصدقاء لو اثنين لو ولا يعني كانوا اصدقاء اكثر من الاخوان. زين، سويت لهم ديليت رسمي. اي، يعني هاي الدرس في العبره اللي اخذته. اي، يعني شوف اصدقاء مصلحه. زين، يعني اتوقع سافرت، اكو بعض الاصدقاء سافرت رحت على اساس علاج، سبحان الله قالوا تبقى شغل. بس اشتغلت اول يوم يمكن 20 نفر اتصلوا بي. الحمد لله على السلامه، ورا الحادث ب 45 يوم. يابا. ايه، القصد مرت لنا شغل هنا. في سوالف هواي اخوي. الله يكون بعونك. روح لك. بس مو مال جازف بحياتك وبروحك، وياكم محبين لك. اي، مو هي الناس تشوف يعني يوسف سماره فنان اغانيه سريعه ويرقص وكذا. زين، انا غايتي يعني افرح الناس، لكن ما يعرفون اللي الهموم واللي داخل القلب شنو. شو تجاوبهم؟ اقول لهم على قد المصالح جيت وياي، والكم واعرفكم دغش ما عندكم اي راي، ومني جد كان الفلس واحدكم،
انا لا طيحكم انا اللي عليتكم، انا لا طيحكم انا اللي عليتكم، لو ما انا يا هشان يعرفكم انا اللي عليتكم وانا اللي طيحكم. الله عليك يا يوسف، نورتنا اليوم، اتمنى كل التوفيق ان شاء الله. قلبي. انت قلبك طيب، والطيب يعني دائما تكون على نيته، ما متوقع. الحمد لله. لكن هي تعتبر دروس وعبر بحياتك. أكيد. وان شاء الله القادم افضل. شكرا لك، نورتنا اليوم. حبيبي. كلمه اخيره تحب توجهها؟ الله يحفظ الحج والحجيه ان شاء الله. الله يحفظهم ويخليهم لك ان شاء الله. ويحفظ اهلك ان شاء الله اجمعين يا رب. ويعم الامن والامان على هالبلد الجميل. امين يا رب. تحياتي لك والجمهور وكل الجمهور. شكرا لك وشكر موصول. ايضا رافقنا علي صباح من خلال العزف على العود، اتمنى كل التوفيق ان شاء الله. العازف الحبيب، نورتنا يا حبيبي. تحياتنا للوالد صباح الخير. تحياتنا طبعا استاذ صباح. اذا احبتي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بحلقه جديده ان شاء الله، الى اللقاء.